هطرحها النهارده على ضيوفي اللي مشرفيني الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه والخبير الاعلامي المتخصص في الراي العام الدكتور ياسر عبد العزيز. اهلا بيكم وشرفتونا النهارده. سعداء بهذا اللقاء. ابدا بالدكتور معتز. اولا فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسه 10 مارس، هل الوقت كافي للمرشحين ان هم يقدروا المصريين يتعرفوا على رئيسهم القادم خلال هذه الفتره؟ طبعا هو في افتراض اساسي، هو احنا الفتره اللي فاتت دي كلها معانا، يعني اقصد احنا اول ما قطعنا بالرئيس مبارك جات لنا كده دفقه يعني سياسيه كبيره، ابتدى المقعد الخالي يغري الكثيرين بان هم يحلمون به، وبالتالي الناس حتى ابتدت ترشح اي حد بتجد فيه شيء من الألمعية أو الإنجاز في أي شيء إنه ممكن ده يكون الرئيس. فأعتقد إن الفترة اللي فاتت كانت كافية إن إحنا نعرف إن إحنا محتاجين رئيس، مش محتاجين يعني مجرد حد يعمل شو. اعتقد الفتره اللي فاتت برضو ادت لنا مساحه من الوقت كافيه ان احنا نعرف انه مش عايزين حد زي الاسماء اللي حضرتك طرحتهم كلهم، احنا عايزين موظف، ودي مفهوم مهم بتلاقي حتى عند الشباب. مش مطلوب زعيم بقى، مطلوب موظف. انا رايي مطلوب موظف، بس احنا دايما بنقول ايه، يعني فكره الرئيس المؤسس، يعني الفاونديشنال بريزيدنت، هو ده الراجل اللي هيحط الفاونديشنز لعلاقته بالمؤسسات اللي بعد كده، هو ده اللي هيحط، مش عايز اقول المسطره ان دي هتبقى كلمه كبيره، انما لا شك انه علاقته بالبرلمان، علاقته بالشارع، علاقته هتدي لنا سابقه هنقدر نبني عليها بعد من كده. فبالتالي احنا عايزين راجل دوله، هي دي الكلمه الاصح، رجل دوله، بمعنى انه يكون اولا واعي بانه في دستور هيحكمه وانه في قوانين موجوده في الدوله، حتى لو كانت القوانين دي غلط نحن ملتزمون بها لغايه ما نغيرها، لانه قيمه القانون وقيمه الدستور في ذاته، في يعني دي قيمه لو ضاعت حتى لو كنا مختلفين، يعني القانون الظالم لابد ان احنا نلتزم بيه لغايه ما نغيره، لانه لو ضاع مفهوم القانون هو ضاع مفهوم الدوله، هو دي الفكره الاساسيه. اتنين، هو مطلوب منه انه يكون حكم بين السلطات، حكم ما بين، ودي مهمه جدا، لان احنا عندنا الرئيس اللي جاي بنسميه يعني الرئيس اللي هيدير، انا لو حبيت ادي له وصف هيكون مدير الصراع القادم. ليه؟ لك عندك قوة سياسية النهاردة بتحتل الأغلبية في البرلمان، انتقلت من الشارع إلى البرلمان. الناس دي نفسها كان ممنوع عليها تخش وزارة الداخلية، يبقى موظف في الداخلية، أو يكون موظف في الخارجية، أو يكون موظف في المخابرات، أو يكون موظف في الجيش. فجأة هؤلاء أصبحوا القوى الشرعية رقم 1 في مصر. طيب في ناس بقى موجودة في المنظمات اللي اتكلمنا عنها دي، كيف سيقابل هؤلاء أولئك؟ هل النهارده حضرتك جدل كده كان لطيف بشأن إطلاق اللحية لبعض الضباط، طب مين اللي هيحط بقى المسطرة هنا ويقول ده مقبول أو غير مقبول؟ يضاف لكده في مؤسسات أخرى في منتهى الأهمية، دي بنسميها المؤسسات السيادية الأربعة. في كمان عندك المؤسسات صناعة العقل الأربعة، لأي مدى دول هيحصل لهم أسلمة؟ أنا مش ضد الأسلمة ولا عكسها، بس عايز أقول إنه هل المسألة هتكون اللي خد الأغلبية هيعمل اللي هو عايزه في البلد؟ فأنت عندك 4 مؤسسات برضو عليها علامات استفهام، كيف ستدار في الفترة القادمة؟ التعليم، الثقافة، الإعلام، الأوقاف. ما هو برضو انت عندك ناس كان ممنوع عليها انها تلتحق باي من المؤسسات دي قبل من كده، او لو التحقت ما يكونش ليها مناصب عليا. طب دلوقتي هنعمل ايه احنا؟ مين اللي مين اللي هنقول، يعني حبيتني اقول التعبير ده، مين اللي هيقوم بدور القناطر اللي هتنظم تدفق المياه من مرحلة اللا شرعية اللي كنا عليها قبل انتخابات مجلس الشعب والشورى، ومرحلة الشرعية للقوى دهيت؟ فده برضو دور مهم هيكون منوط بيه الرئيس. آخر حاجة بس أقولها، إنه الرئيس ده كمان هيكون عليه مهمة إدارة عقول الناس وتوقعاتهم، ودي أسوأ حاجة حصلت الفترة اللي فاتت. البلد ما كانش فيها مايسترو، البلد كان كل واحد بيحلم وبياخد بقى الحلم وللشارع بايديه، يغلق طريق، يعتصم عن العمل. فانت عايز رئيس برضه مش بمعنى الزعامي، ولكن يدير توقعاتنا. يا اخوانا احنا في وضع اقتصادي صعب، احنا في وضع اجتماعي صعب، احنا في وضع سياسي صعب، لازم يقول لنا الحقيقه زي ما هي، ما يلعبش باحلامنا. بس ما يحكيش المشاكل بس، كمان يقول لنا انا عندي خطه ليه ازاي اقدر اتعامل مع هذه المشاكل. فلا شك انه هيكون دوره مهم جدا في تاريخنا او الحقيقه في مستقبلنا. اختياره صعب، لكن ابقى السؤال للدكتور ياسر، لا اي حد يقدر الاعلام انه ياثر في الناس في اختيار الرئيس في هذه الانتخابات؟ انا دايما بقول ان الاعلام هو نص المعركه، مش انا اللي بقول، كل العالم بيقول الفكره دي، انه في طبعا فكره مرت باذهان الكثيرين في الفتره الماضيه، مرت باذهان ناس في الحكم، ناس من الفلول، ناس في مجلس الشعب، ناس من الشعب المصري او معظم الشعب المصري، انه الاعلام هو الذي يصنع كل شيء وهو المسؤول عن كل شيء. في الواقع هي فكرة مبالغ فيها جدا في دور الإعلام. وفي فكرة تانية أنه الإعلام ملوش علاقة بحاجة وأن هو بينقل الأحداث، برضو دي فكرة بتهون جدا من دور الإعلام. الإعلام في تقديري هو نصف المعارك، هو نصف القصص، هو نصف السياسات، هو نصف الطموحات، هو نصف كل شيء. وأنا في تقدير النصف أنا لست متحفظا، قد أكون فقط مبالغا لكن مش متحفظ. يعني نص ده شيء كويس. فالإعلام
انا في تقديري هيلعب دور كويس جدا. انا كنت في احدى محافظات الصعيد في مصر بعمل دوره تدريبيه، وانا راجع مع سائق التاكسي، فقلت له انتخبت مين في مجلس الشعب؟ قال لي كذا. في الشورى قال لي كذا. قلت له طيب هتنتخب مين في الرئاسه؟ قال لي اللي هيقولوا عليه. قلت له مين اللي هيقولوا؟ قال له الناس، الجماعه اللي هيقولوا الجماعه انا همشي وراه. فكنت مره في الاسكندريه برضو نفس الشيء، سالت سائق تاكسي راجع من مكتبه الاسكندريه لمحطه القطار، قلت له انتخبت مين؟ قال لي انتخبت كذا انتخبت كذا. مين هتنتخبه في الرئاسه؟ هنشوف كده واللي هيقولوا عليه. هو منتظر قاده الراي الطبيعيين، ومنتظر الراي العام هيتبلور حول انهي شخصيه. اتصور ان نصف المعركه سوف تكون في الاعلام، لانه الاعلام هو احد العناصر الاساسيه في صنع الراي العام، وخصوصا في موضوع الرئاسه. وانا اشدد على انه دور الاعلام سيتعاظم في موضوع الرئاسه، لانها اوسع دايره مقارنه بدوائر مجلس الشعب. في مجلس الشعب هناك فرصه للاتصال الشخصي، هناك فرصه للخبره السابقه، هناك فرصه لمؤثرات اجتماعيه وقيادات طبيعيه. لكن في موضوع الرئاسه، بما انه المرشح الرئاسي مش هيقدر يزور كل الدوائر دي، مش هيقدر يصافح 30 مليون ناخب او 17 20 مليون اللي هيدوا له صوتهم، فاتصور انه الاعلام هيلعب نص المعركه وممكن زياده شويه. كلمة مرشح توافقي أصبحت كلمة سيئة السمعة. أولا عايز أسمع منك يعني إيه توافقي، وهل معنى أن هناك مرشح توافقي معنى كده أن أيضا سوف يلقى يعني قبول وتأييد شعبي كبير؟ هو طبعا احنا للاسف الكلمات حينما تسافر وتحط عندنا في مصر بتفقد كثير من معناها اللي بره. يعني اقصد يعني انا بحس كلمه توافق بره دي كلمه ايجابيه جدا، معناها ان احنا مش هندخل في صراع والى اخره، انما احنا عندنا قلبت زي ما يكون ان هي الصراع. التوافقي ده معناه تآمري، يعني ده واحد. تديني فرصه في ثانيه؟ لا اتفضل طبعا. لا انا هقول لك حاجه. الاعلام هو اللي عمل ده ليه؟ لانه في 4 من المرشحين الرئاسيين قصفوا فكره التوافق. نقطه بس، وافهم انت الباقي. مزبوط. لما هم عملوا النغمه الاولى، عملوا عربيه المزيكا اللي هي الباند ويجن، عزفوا النغمه الاولى، المرشح التوافقي كله لعب. انا اسف جدا بس انا بديله مثال يعني على ده صحيح. ده صحيح. فيعني احنا في الدول الديمقراطيه القرارات بتؤخذ بحاجه من 3، بصيغه من 3. الصيغه الاولى اللي هي صيغه الاجماع، ودي بتبقى لحظات استثنائيه جدا في التاريخ، انك تلاقي الناس مجتمعين او شبه مجتمعين على شخص او على حزب او حاجه زي كده. يعني مثلا تقول ليه مثلا حزب المؤتمر في الهند فضل هو الحزب اللي يفوز بكل الانتخابات تقريبا، فوق ال 17 انتخابات كلهم ورا بعض، دايما هو اللي فائز بالاغلبيه من ساعه الاستقلال في سنه 49 لغايه ما اول مره خسروا الاغلبيه كان في الثمانينات. في شبه اجماع عليه. مثلا نيلسون مانديلا، في الراجل ده دفع مقدما كل ما يمكن ان يدفع، فكان في اجماع عليه. جورج واشنطن في الولايات المتحده، ده اجماع يعني ده الرئيس الوحيد في تاريخ امريكا اللي خد كل اصوات ممثلي الولايات المختلفه. في تاريخ الدول بيبقى في لحظات كده بيكون في اجماع او شبه اجماع. طبعا شارل دي جول في فرنسا، شارل دي جول صحيح، اللي هو بيبقى زعامه تاريخيه، وهي بقى بتجي كلمه كاريزما والى اخره. طبعا ارتباط حزب المؤتمر بغاندي ونهرو الى اخره. فدي بيبقى في حد دفع مقدما سد الدين للبلد، والبلد بتكافئه او المجتمع بيكافئه في المقابل ان هو يقول له شكرا على اللي انت عملته. فده بالاجماع مره ثانيه بالمعنى ده بيكون لحظه استثنائيه جدا ولا يمكن استمرارها، يعني غير قابله للاستدامه، لانه مش هتلاقي نفس النوعيه دي من الاشخاص. عندك المستوى الثاني هو فكره التنافس. يعني بدل الاجماع هيبقى في قرارات بتؤخذ بالتنافس، والتنافس ده برضه ليه صيغتين، صيغه اكثريه وصيغه اغلبيه. يعني مثلا بتيجي تقول في دوله زي امريكا هو الاكثريه، يعني ايه؟ يعني لو احنا 10 بني ادمين داخلين انتخابات، اللي هياخد اكتر رقم حتى لو ما كانش فوق 50% زائد واحد هو اللي هيفوز. يعني مثلا انا لو خدت 25% وكل اللي ورايا خدوا 22 و21 والى اخره وصولا، يعني فانا خلاص هفوز. دي بيسموها اكثريه بلوراليتي يعني، او في ماجوريتي. هنا بقى بتيجي فكره الران اوف او انتخابات الاعاده زي مثلا فرنسا او في مصر لما يحصل اللي هي الاغلبيه، اللي ما فيش حد خد فوق 50% زائد واحد، فنعمل انتخابات اعاده علشان لازم بقى واحد ياخد 50% زائد واحد. ودي هتكون خطيره في تحديد انتخاباتنا اللي جايه في مصر، لانه لو سالتني انا اقول لك ما تسالش مين اللي هيفوز في الانتخابات، هتقول لي مين الاثنين اللي هيعيدوا مع بعض، لان هي اللعبه كده الجيم في الاعاده. اخر حاجه او اخر صيغه اللي بيسموها الصيغه التوافقيه الكونسيشنال، يعني الثاني الاجماع ده كونسنشوال، يعني لو حد حب يعني يقرا اكتر. والمصطلحات المفروض تكون منضبطه، وللاسف انضباطها بيجي من الغرب عاده، لان هم سبقونا في الديمقراطيه. فانت عامل زي يقول لك ايه، عايزين الكتاوت مثلا، فيقول الكتاوت دي تتجمع، روح شوف الكتاوت دي بالانجليزي ايه، هتعرف ايه الكتاوت دي. فانت لازم ترجع لها لاصلها، والاصلها للاسف احنا النظريه الديمقراطيه لم تتطور في الوطن العربي يعني. فهنا بتيجي الحاجه الثالثه كونسيشنال، دي صيغه للتوافق، هي بقى كلمه توافق. بس التوافق ده له صيغتين برضو، احدهما سلبي جدا بس مش بسبب عيب في التوافق، ولكن عيب في المجتمع. يعني لما يكون في نسبة أمية عالية، لما يكون في استقطاب حاد جدا في المجتمع، لما بيكون ما فيش ذاكرة مؤسسية للتوافق نفسه، بينتهي بيك الحاجة التوافق يبقى لعنة، يبقى الدولة هشة
الرئيس مش عارف يتخذ قرارات. خد بقى مثال، واخواننا في العراق ولبنان ما يزعلوش مننا، بس هو ده الحقيقه اللي موجود هنا. واليمن مثلا دلوقتي انت عندك مشكله اللي هو ايه، رئيس كل واحد جه في حته يجي يتخذ قرار، لا انت صدقت نفسك ولا ايه اللي هو. فانت بالمعنى ده سلبي طبعا. لكن في معنى تاني للتوافق، هو التوافق الايجابي، ان احنا فعلا نكون واعيين ان احنا مش عايزين ندخل معركه تكسير عظام، مش عايزين حد باسم الاغلبيه يتحكم فينا، لانه الاقليه دي ممكن تولع الدنيا. طبعا مع مستوى يعني نيبال عملت كده، في دول طبعا متقدمه زي بلجيكا سويسرا بتحكم من 7 اشخاص، 2 يعني 3 احزاب كل واحد 2 وحزب الفلاحين 1. اللي هو بمنتهى البساطه كانه بيقول لك انا مش عايز اعمل انتخابات ديمقراطيه تنافسيه يكون فيها اغلبيه واقليه، انا عايز احنا الثلاثه كده بنحكم مصر، نفضل احنا الثلاثه نتناقش لغايه ما نطلع بالاجماع. ما ينفعش نطلع احنا الثلاثه 2 ضد 1. لو حصل كده المجتمع ممكن يتكسر، وانا بقى امثل فئه وكل واحد من حضراتكم بيمثل فئتين مختلفتين. فهي الفكره انه في مصر صعب جدا التوافق بالمعنى ده، فاحنا عايزين بس نقول ايه، نتوافق على الاداب ونترك للتنافس. يعني انا اللي قلقان منه انه يافطه زي بتاعت يسقط الرئيس القادم، لا مفيش يسقط الرئيس القادم، لا مفيش يسقط الرئيس، احنا نتفق على القواعد ونلتزم بيها، واللي الحكم هيصفر عليه من النتيجه كلنا خلاص وافقنا. الدعايه بقى دكتور دلوقتي، هل الدعايه هتلعب دور كبير في نجاح المرشح؟ وايه اسلوب الدعايه اللي شايفه اللي ممكن يعني يدغدغ قلوب المصريين ويوصل لهم؟ للاسف الدعايه السوداء هو السوداء هو في تصنيف للدعايه، تصنيف لوني شويه. فبيقول لك ان احنا عندنا دعايه بيضاء وعندنا دعايه رماديه وعندنا دعايه سوداء. وفي حاجه اسمها الدعايه المضاده. الدعايه البيضاء هي الدعايه الاخلاقيه اللي تم الاعتبار انها دعايه اخلاقيه جيده، اللي هو انا راجل عندي برامج كويسه وعندي نقاط تميز كويسه وانا بألح عليها في حملتي الاعلانيه وفي التلفزيون وفي الاذاعه وفي وسائل الاعلام المختلفه. وفي دعايه تانية اللي هي دعايه رماديه، اللي انا بشتغل شويه بالمميزات الكويسه دهيت، بس احيانا اضرب كتف، يعني اطعن في احد المرشحين المنافسين احيانا. ده بدأ على فكره، ده بدأ. الاخطر بقى جدا هو الدعايه السوداء. والدعايه السوداء هي مينلي او اساسا يعني تحديدا بتركز على العواطف والغرائز. وفي امثله طبعا شهيره جدا للدعايه السوداء، لما تحصل مثلا انتخابات في رواندا، ودي دوله شهدت انتخابات، الدكتور معتصم يعرف اكتر مني في الموضوع ده، بتلاقي انه الدعايه كلها، او في بوروندي او في مثلا معظم دول افريقيا جنوب الصحراء، او في مثلا الانتخابات التي جرت في العراق، يعني انتخابات كان اول ديسمبر 2005 التي جرت في العراق، وهي اول انتخابات جرت بعد الغزو الامريكي، كانت كل الدعايه اللي بتستخدم فيها دعايه سوداء، لانها كانت بتستخدم العواطف الدينيه، اما انه انا شيعي فانا عايز ارجح فرص التصويت للشيعه، واما انه انا سني فانا برجح فرص التصويت للسنه، واذا كنت انا كردي فانا بشتغل على النزعه العرقيه، واذا كنت انا وهكذا. فتركماني او في لبنان نفس الشيء، معظم الدعايه التي تستخدم هي دعايه في مصر. ده ممكن يحصل؟ ده حصل. واتصور انه من الممكن ان تتفاقم مخاطره وممكن ان يزيد. طبعا انا اتصور انه خروج الدكتور البرادعي، يعني ما اقدرش اقول الدكتور البرادعي خرج ليه من حلبة السباق، لكن انا اقدر اتصور هو خرج ليه. ومن ضمن الاشياء اللي انا اتصورها عن خروجه مش بس تقديره الا انه فرصه او حظوظه ليست مكافئه لمنافسيه الاساسيين، ولكن ايضا لانه استخدمت ضده الدعايه السوداء على نطاق واسع جدا. واتصور انه ده بالنسبه للسياسي غير المحترف، انا ممكن طبعا الدكتور معتز يختلف معايا لما اقول انه البرادعي سياسي غير محترف، لانه هو رجل منظمات ورجل دبلوماسيه، لكن العمل السياسي في البلدي يعني في الوضع المصري موضوع الكتاوت اللي قال عليه الدكتور هو يعني مش دارسه قوي. فهو فوجئ بانه هو في صحن كده غريب عنه او بوتقه ما هو لم يألفها، ده تقديري الشخصي. فالدعايه السوداء للاسف الشديد هي الدعايه اللي بيستخدمها مثلا مرشح ينتمي الى تيار ديني والناس اللي هم بيأيدوه، وهؤلاء يستخدمون الانماط اللي هي اللعب على العواطف والغرائز. فيقول لك انه اخر كلام لسه قايلين النهارده، يقول لك انه الرئيس لازم يكون ينتمي الى العقيده التي ينتمي اليها اغلب المصريين، وانه الرئيس يجب ان يكون مؤمنا بالشريعه الاسلاميه، ويجب ان يكون معروفا عنه الصلاح ومعروفا انه يؤدي الفرائض. الدعايه السوداء هي انك تتكلم عن شخص مثلا فتتهمه انه هو كان عميلا، وانه هو كان يعمل على الايقاع بدوله معينه، او ان انت تروح تتهم شخص تاني بانه هو ممول من جماعات. فدي انماط الدعايه السوداء. اتصور انه هذه التكنيكات سوف تستخدم تحديدا في فتره الاعاده، واتصور انها هيكون لها عامل كبير. وانا ادعو كل الذين يشاهدوننا الان
إلى أن يسألوا أنفسهم المعلومات التي يعني يتزودون بها عن كل مرشح رئاسي، ما مصادرها بالنسبة إليهم. وأتصور أنه معظمهم هيقول لك أنه مصادر هذه المعلومات أن أنا سمعت أو رأيت يعني من وسائل الإعلام. وأتصور أنه بما فيها الإعلام الجديد وبما فيها إعلام المنابر، إعلام المساجد، لأنه إعلام المساجد أو استخدام المساجد للأسف الشديد كوسائل إعلام ودعاية في الانتخابات البرلمانية السابقة كان سابقة مسيئة جدا ويندى لها الجبين، وقد استخدمت المساجد في الطعن في الدعاية السوداء مباشرة حينما كان يقول الخطباء لا تعطي صوتك لمن لا ينصر الإسلام ومن لا يصوت فهو كذا. أحد المرشحين الرئاسيين أصحاب الحظوظ في هذه الانتخابات يدافع عن استخدام المنابر أو المساجد في الدعاية. الإعلام هو نصف معركة الرئاسة في تقديري أنا، ومستعد أن أراهن على ذلك. والإعلام الأسود بالدعاية السوداء التي تميل إلى التركيز على العواطف والغرائز للأسف الشديد مع شعب زي شعبنا بيصدق أي حاجة سوف تكون موجودة، وأنا آمل ألا يحدث ذلك. خلينا نشوف، نرجع وقبل ما نرجع هنشوف تقرير كيف يرى المصريين رئيس مصر القادم. فاصل ونعود.